يمكن يحدثكم عن هذا نفس الأعضاء أكثر من حديث عنه، ولكن نحن نفتقد وسائل الإعلام. يعني أنا لو كانت مجلة الدعوة مثلا بتظهر، لما كان يقف الأستاذ حسني عبد الباقي ولا الشيخ المطراوي ولا المراغي ولا غيره يقولوا كلمة هيلاقوها منشورة عندي في المجلة، والشعب كله هيقرأ ماذا قال هؤلاء وماذا فعلوا. إنما الآن أي واحد منهم بيتكلم، الوفد لما بينشر كلمته يحط بين قوسين وفدي، ومش كل واحد عارف الإخوان المسلمين اللي في المجلس مين ومين ومين، فبيتصور أن الوفدين اللي بيتكلموا والإخوان المسلمين ما بيتكلموش خالص، مع كل الإخوان المسلمين لهم دور فعال. ويمكن سمعتوا أنهم حصلوا مرة من المرات على توقيع حوالي 67 عضو من مختلف الهيئات في مجلس الشعب عشان تطبيق الشريعة الإسلامية، فده نجاح باهر. إنما لما اجتمع هؤلاء برؤسائهم وقالوا لهم احنا اللي جايبينكم ومش عاوزين الكلام اللي بتقولوه ده، عادوا بثاني يوم عن التوقعات بتاعتهم ولحسوها وانكروا الموقف الاولاني اللي كانوا يقفوه. فالاخوان المسلمين دورهم موجود ومشهود له، ويظهر اكثر واكثر لو كان عددهم اكثر، ولو كان هناك وسيله من وسائل الاعلام تعبر عما يقوله هؤلاء ويفعلونه. مسألة إيجار الأرض اللي كانوا بيتكلموا فيها على الأكل، الحاج حسني بيقدم فيها مشروع لمجلس الشعب، يقول لهم إن يعني ده ظلم، المالك بياخد 20 جنيه والفلاح بيطلع له من الفدان ب 500 700 800 جنيه. المالك ما يقدرش يبيع الأرض لما يشاركوا الفلاح في جزء من ثمنها، وهكذا. يعني فالإخوان بيعملوا أعمال ولهم قيم في ومواقف طيبة في مجلس الشعب، بس ما فيش وسائل إعلام تنبئ عما يفعلونه في المجلس. بمناسبة الحديث عن تجربة دخول مجلس الشعب، هل ترون فضيلتكم أن الوقت مناسب لإنشاء حزب سياسي من حيث استفادة قيام هذا الحزب وقدرة الجماعة على معالجة السلبيات المتوقعة، ومدى تجاوز الدولة هذه الخطوة بالنسبة للإخوان المسلمين؟ قلنا للإخوان جميعا إن جماعة الإخوان المسلمين دعوة إسلامية عالمية، والأحزاب هيئات محلية، ولا يتصور أن عاقل يرضى أن يبيع دعوة عالمية بدعوة محلية أو بحزب محلي. وإنما لأن جميع السبل سدت في أوجهنا وليس أمامنا طريق عشان نتحدث إلى الناس فيه، فكرنا أن نعمل لهم قناة من القنوات اللي بيقولوا عليها القناة الشرعية. فكرنا في إقامة حزب. هذا الحزب طبعا هيقوم في مضمونه وفي تصرفاته واتجاهاته على أساس فهم لدعوة الإخوان المسلمين، خصوصا أن اللي هيأسسوا هذا الحزب إخوان مسلمين وعارفين هم هيعملوا إيه وعارفين هيسووا إيه. فهم لما يأسسوا الحزب ويقوموا ينتشروا في البلاد هيقولوا للناس إن الحزب اللي اتعمل ده واسمه لسه لحد دلوقتي ما توافقش عليه ده بتاع الإخوان، والصح إن إحنا ننصره وننتخبه، وهم اللي هيفعلوا ويفعلوا 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 وهكذا. ولذلك إحنا بنطالب من الآن وفاضل حوالي 19 ولا 20 يوم على انتهاء ديسمبر أن يحرص الإخوان جميعا على الخيط في دفاتر الانتخابات. يعني يبقى مقصر تقصير كبير جدا الأخ اللي ما يقيدش اسمه في جدول الانتخابات، ومن يستطيع أن يجعلهم يقيدوا أسمائهم في مجلس في دفاتر الانتخابات علشان أما تيجي الدورة الجديدة يبقى الأمر جاهز ويحلها ربنا. في الفترة الأخيرة ظهرت حملة ضد الاتجاه الإسلامي، ثم تحولت في نهايتها إلى الدعوة لتكوين جبهة وطنية دعا إليها الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي. ما هو تحليل سيادتكم لهذه الدعوة؟ وعرضت علينا هذه الفكرة، فاحنا قلنا ما عندناش مانع
من وجود جبهة، بس على شرط أن تكون هذه الجبهة بعيدة عن الرسميين، تكون من جهات مختلفة من غمار الشعب، ناس بعيد عن الرسميات، لا هم وزراء ولا موظفين ولا أعضاء مجلس النواب ولا حاجة أبدا. وهؤلاء الناس يجب على رئيس الجمهورية أن يلتقي بهذه الجبهة كل شهر مرة أو مرتين ويستمع إليهم. وقلنا احنا ما بنقيدش رئيس الجمهورية انه يأخذ بكلامهم، بس يسمع ويقدر، يشوف الكلام بيقولوا صحيح ولا مش صحيح، الاقتراحات اللي بيقدموها تنفع ولا ما تنفعش، وبعدين نعرض الامر على مجلس وزراء او على مجلس الشعب وشوفوا ايه اللي يجب ان يكون. واضفنا الى هذا ان يجب ان هذه الآية تكون بعيدة عن رقابة رجال المباحث، يعني تبقى لها من الحرية ما تستطيع معه التصرف وهي آمنة وبعيدة عن الرقباء والمتتبعين. ده رأينا في الجبهة اللي تحدث عنها الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي. نقول ما هو تصوركم لواقع العلاقة الحالية بين دعوة الإخوان والقوى السياسية المختلفة، وبصفة خاصة الوفد والتجمعات الإسلامية الأخرى؟ الوفد والجماعات الإسلامية وإيه؟ التجمعات الإسلامية. أولا احنا دخلنا مع الوفد وفي شروط بيننا وبينه، يعني احنا داخلين كإخوان، ما احناش داخلين كوفديين، إنما احنا كتبنا إننا وفديين علشان ده القناة الشرعية اللي ممكن عن طريقها ننفذ إلى مجلس الشعب. فالوفد عارف إن احنا على مبادئنا وهو على مبادئ، فيش لا تضارب ولا تداخل ولا تأثير من هنا على هنا ولا تأثير من هنا على هنا، إنما الوفد وفدي والإخواني إخواني إلى النهاية. بالوفد وإيه تاني؟ التجمعات الإسلامية الأخرى. لا، في حاجة ثالثة كمان. الاتجاهات السياسية موجودة في البلد خاصة الوفد. صلتنا طبعا بجميع الأحزاب، إن كان أعضاء مجلس النواب أو الإخوان الخارجين من مجلس النواب خارج مجلس الشعب، صلتهم بالأحزاب كلها صلة طيبة، فيش بيننا وبينهم شتايم، فيش بيننا وبينهم تشليء كما هو حاصل في بعض الجرائد بين بعض الأحزاب وبين بعضها، ده يشتم ده وده يشتم ده وده يشتم ده. احنا ما بنشتمش حد، حتى اللي بيشتمنا بنتجاوز عن الشتيمة وبنقول غفر الله له ولنا، وبنكسب في هذا أكثر مما نكسب من الرد عليهم بنفس الأسلوب أو اللغة بتاعتهم. صلتنا بالجماعات الإسلامية، أنا أتمنى أن مصر من أولها لآخرها تبقى جماعات إسلامية، ما دامت كلها تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجماعة التي